الشيطان الرجيم. اللهم اجعله خير. انا لازم اقوم اطمن على حازم. الواد ده لازم يتقدم. لا 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 لا، اخصى عليك يا حازم. اعمل معاك ايه؟ اقول لابوك الموضوع هيكبر. طب احرمك من الكمبيوتر؟ هتعمل اكتر وانا عارفاك، وكمان ممكن تتفرج بره البيت. انا لازم اقنعك بالعقل. حازم. ايوه يا ماما. تعالى يا حبيبي يلا عشان نصلي الفجر مع بعض. طب حصليني انت يا ماما، وانا هتوضى واحصلك. طب يلا انا هستناك. استغفر الله العظيم يا رب. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. خليك زي ما انت يا حازم. ليه يا ماما، في حاجه؟ بص يا حازم، ايه رايك في واحد جعان ومش معاه فلوس ولقى قدامه دواء فاتح للشهيه، خده عشان يسد بيه جوعه، تقول عليه ايه؟ ايه المجنون ده يا ماما؟ ازاي ياخد فاتح للشهيه وهو اساسا معهوش اي اكل ياكله؟ يعني انت شايف ان هو مجنون؟ طب ما انت بتعمل زيه. ازاي يعني؟ لما تتفرج على حاجات تفتح شهيتك ناحيه الستات وتزيد اكتر واكتر. ربنا يهديك، ربنا يهديك. استغفر الله العظيم يا رب. بس يا عم انا كنت في نص هدومي ويا ماما بتكلمني وكلامها اقنعني مش هتفرج على الحاجه دي تاني. يا عيني عليك يا ابني، كل ده حصل لك امبارح؟ بجد صعبت عليا، وانا اللي كنت جايه معايا فيلم جديد، بس ايه من الاخر. لا يا عم قلت لك خلاص. يا ابني الفيلم جامد جدا، هتفوتوا عليك ازاي؟ وعلى فكره بقى كل الامهات عارفين ولادهم بيتفرجوا، بس هي امك اللي محبكاها شويه. على العموم السي دي معاك وانت حر. سلام يا مايكل.